السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا الطماطم غالية. هنحدق بايه يا لوزة؟ لا، احنا هنعمل شوية مخلل خيار وجزر وفلفل. سريع جدا، ما بياخدش وقت ولا مجهود، حاجة بسيطة كده، جميل جدا. يلا بينا نشوف هنبدأ بايه. اول حاجه هنبدا بيها، انا جبت كيلو خيار. تمام، بصوا بيدينا كميه كبيره جدا. قطعته قطعت البطاطس ديت او المخلل. عايزه تقطعيه مدور براحتك، وجزر كذلك جبت نص بس جزر. تمام، وقطعته برده كده طرنشات طويله زي بتاع المحلات على طول، وغسلته حلو. تمام، كام قرن فلفل حراقين كده قطعتهم، مش عايزاه بلاش، بس بيديله طعم حلو. تمام، وجبت ليمون طرنشات وليمونايه بحالها، هحتاجها، هقول لكم هحتاجها في ايه وامتى. كام ورقه لوري، فصين بالظبط توم، بس انا ما عنديش صحيح، فجبت ايه، معلقه توم كده مفرومه. تمام، ودي معلقتين هريسه حمراء، اللي هي الشطه الحمراء دي، كنت هرساها وحطها في الفريزر. 4 معالق ملح على كيلو الخيار، ونص الايه الجزر. معلقه سكر، معلقتين كبار خل. تمام، يلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هبتديها، جبت ميه بتغلي على النار اهي، مش هخليها تغلي، خلاص قايمه على الغليان، هقفل عليها. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. كده الميه ابتدت عندي انها تغلي، رحت قافله عليها على طول النار. تمام، هبتدي اعمل ايه بقى. هجيب الخيار بتاعي والجزر وايه، هحطه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده، حطه في الحله كله، بسم الله. هحط الفلفل اللي انا مقطعاه، وهحط الملح ال4 معالق ملح كبار، بسم الله. معلقة السكر، وادي الهريسة، وادي الخل، وادي شرايح الليمون اللي انا مقطعاها. تمام، وعندي بقى عندي الكرفس. حطيت كل المكونات اللي قلت لكم عليها، او اللي كانت عندي، او اللي كنت هستخدمها، كله مع بعضه. عندي الكرفس فريش، تمام، هنحط عودين. ما عندناش، انا ده كان عندي بفرزه في الفريزر كده وبطلعه على طول مجمد، بحطه في الشوربه او في اي حاجه، هيدينا ريحه وطعم حلو جدا. تمام، هقلب كل المكونات دي في بعض وهسيبها لمده ساعه لما يستوي الخيار والجزر والفلفل بتاعي، وهرجع لكم تاني اقول لكم النتيجة ايه. كده سبت المخلل بتاعي ساعة، بصوا لونه اتغير وبقى شكله خطير وريحته جميلة جدا. في المرحلة دي خلاص المية بردت، وهو برد هبتدي اعمل ايه. جبت برطماناتي عقمتها، تمام، غسلتها حلو بالمية والخل ومية مغلية وظبطتها، نشفتها حلو جدا. تمام، هبتدي بقى اجيب عصرة ليمونة في كل برطمان، هي عصرة بس كده واحدة، وورقة لوري في كل برطمان، وفص توم واحد في قلب كل برطمان. تمام، بعد كده نفضي المخلل بتاعنا بالمية بالجزر والليمون والفلفل والخيار وكله، هفضيه واحط الحاجات ديت في البرطمانات وارجع لكم تاني. كده فضيت المخلل بتاعي في البرطمانات. تمام، نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه حبه البركه مع الخضار بتاعي اللي هو الخيار والجزر والفلفل والتوابل والملح وكده، حطيتهم وهم بيتسلقوا او هم بيستووا. حطيت معلقه حبه البركه، معلقه كبيره كده، حلو، بيديله طعم حلو جدا للمخلل بتاعنا. تمام، هنا حطيت معلقه زيت على وش البرطمانات، وهقفله واغطيه واحطه في التلاجة، يقعد معاكي سنة، مش هيجراله اي حاجة. الخياراية والجزراية وقرن الفلفل مقرمش لاخر واحدة هتطلعيها. جربيه بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. احسن ما ندور على حبة سلطة، القوطة غالية طبعا واحنا عارفين، فلا، عندنا الحاجة عندنا في التلاجة هنطلع على طول ونحدق. تمام،
تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وشيروه لاصحابكم وحبايبكم، وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.